Zalig. Ja. Een onderhoudssessie is aangeraden. Dat is niet verplicht, maar dat is wel aangeraden om een keer te laten doen. Maar voor de rest, zit hij op je gemak, dat komt nooit meer terug. وحتى verschillende lasertoestellen. كوكو البنات، اهلا بيكم. كما تشوفوا هذا سنتر الاستيتيك اللي اخترت باش نعمل فيه انا وبنتي لي سوا متاعنا، وتبعوا الفيديو للاخر بكل باش نعطيكم معلومات على حاجات تخص جمال المرأة بصفة عامة وبطريقة سهلة ومن غير ما تلزلوا البونج. نعم بحبكم. كوكو البنات، اهلا بيكم. وينكم؟ باش نحويكم ان شاء الله تكونوا بألف خير وبصحة جيدة وفي احسن الاحوال يا ربي. وينكم؟ توحشتكم ينعم بحبكم. حصيلوا عنا جديدة، ما حليناش الفلوجات، وان شاء الله هنا رجعنا وان شاء الله باش نرجعوا خير من قبل. وهذا الكل الفضل بطبيعة يرجع لكم انتوما ولدعمكم وتشجيعكم. ما تنسوش باش تدعمونا باللي كومنتير، ما تنسوش باش تدعمونا بالبارتاج هكاكا باش تجيكم النوتيفيكاسيون اللي احنا هبطنا لكم فلوجات جدد. على كل حال كنت مشغولة شوية كما تعرفوا، مسيل واحد عنده حياة ديما مرة الفوق ومرة اللوطة. دونك والقناة لازم الإنسان يتفرغ لها ولازم يعطيها حقها وفيها محتوى وبيان سور تاخذ لك من وقتك برشا وتصوير وكما تعرفوا. على كل حال توا لقيت عندي شوية وقت فاضي، قلت خليني نسجل لكم ونسأل عليكم. جاوني برشا ميساجات والناس تعرضني في الشارع، وينك يا وهي باش نحوي لك، علاش كنت مونستنا، كنت تحللنا، كنا متونسين بيك في الغربة. يلا قلت خليني نسأل عليكم. على كل حال ان شاء الله عيدكم مبروك، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، ولو انه مخر شوية لكن ما يسالش. المهم رجعتكم مرة هذه وحبيت نحكي معكم في موضوع. قلت فماش الموضوع هذايا ما يهمكم كبنات. على كل حال ديرنييرمون ما نعرفش اسكو تشوفوا فما شوية تغيير في وجهي ولا ما فهميش. على كل حال الناس اللي تعرفني واللي تبع فيها ديما اكيد يشوفوا الفرق. على كل حال لهنا الفوق باش نحط لكم الهايفو ليفتينغ فيزاج اللي انا عملتها ديرنييرمون عند سنتر استيتيك. هما دي سوان اكثر منهم عمليه. على كل حال وحبيت ننصحكم بها بالنسبه للنساء اللي يخافوا من عمليه التجميل اللي بالبونج كما انا واحده من الناس نخاف من العمليات هذوما ونيفيتي لو غران ماكس باش ما نعملش التجميل نتاعي بالبونج. ديما نسمعوا مؤخرا، ديما نسمعوا هيا عروسه روحت لتونس تعدت في الطويل، اللطف ان شاء الله. الله الله يبعد علينا، الله يرحمهم. بصراحه هو التجميل باهي ومش باهي. كل انسان باش يصح على عمليه تجميل فيها ديما ريسك 10%. عاد قلت خليني نجرب هالهايفو هذيا وكم كوريوزيتي كما اي مرأة تحب تجرب وتشوف شنو النتيجة. شنو ما لي زافونتاج اللي فيها؟ لي زافونتاج اللي فيها انك انت تكون عندك نفس ليفي كما عملية التجميل اللي بالبونج، اما هذه بلاش بونج. اوكي بس هذيا تشدك الليفتينغ هذايا اللي هو مش بوتوكس، خاطر اني انا كونتر البوتوكس. الليفتينغ هذايا يشدك لمدة عام، غرام ماكس عام. اوكي بينما عملية التجميل تنجم تشدك من 3 سنين الفوق. على كل حال السوم متاعها ماهوش غالي برشا. السوم متاعها من 1000 ل 2000 على حسب انت والجلده متاعك. دونك عملت السيونس الاولى ومازالت السيونس الثانيه، تنهبط لكم فيديو من فوق ونوريكم شنو صار بالضبط. فيها وجع ما فيها وجع، فيها شويه وجيعه وقت اللي تبدا تعمل لك سورتو البلاصه هذه الدوبل مونطون. اوكي خاطر الدوبل مونطون هذه ديما تلقاها مهبيه بالجريس وكل. شنو نوع الوجيعه وشنو الاحساس اللي تحسوه؟ حسيت بوجيعه تقولش عليها عرفتك اللي واحد زرست وتوجع فيه ووجيعه قويه نتاع زرسه، اما بعد ما تكمل السيونس نتاعك لا فما وجيعه ولا حتى شيء. واكيد بيان سور باش تستحملوا كما انا استحملت، على خاطر ما فما حتى شيء يجي بالسهل وما فماش حتى تجميل يجي من غير تعب ومن غير وجيعه، من غير تعب ماديا ومن غير وجيعه. اما الوجيعه سيبورتابل يعني واحد ينجم يستحملها. دونك عملت السيونس الاولى. شنو عملت بالضبط؟ قلت لها تعمل لي تحت التحويق نتاع العين، خاطر مؤخرا عندي لي بوش ولاو مقلقيني برشا.
قلت خليني نجرب الهايفو قبل ما نتلز لعملية التجميل اللي بالبونج. اوكي. عملت السيونس الاولى في تحويقة العينين، وعملت وجه الكل، عملت التجاعيد، عملت الليفتينج، وعملت الدوبل مونتو. وبعد 6 سمان نعاود السيونس الثانية بالنسبة لوجهي. اوكي. لي بوش هذوما ابار. بعد 6 سمان تبدا تظهر النتيجه بشويه بشويه. فرحانه برشا بالنتيجه، ولو انها نتيجه يعني بروفيزوار، مازلت ماشي كامله. وان شاء الله السيونس الثانيه نعاود نحلكم ونوريكم باغ ديتاي، مش كما السيونس الاولى ما حليتلكمش، جست وريتكم شويه كهو. حسيلو انا بصراحه فرحانه بها، حتى ولو انه النتيجه مش كلي حاجه كبيره، اما هي فسرت لي من الاول، قالت لي راهو مع الوقت. دونك انا هم البنات اللي نجموا يعملوا الهايفو ليفتينغ فيزاج اللي ما قبل ال40 سنه وما قبل ال50 سنه. علاش؟ على خاطر بعد ال50 سنه باش يكون فما ترهلات اكثر، باش تتلز بالسيف من عليك باش تعمل عمليه التجميل بالبونج. دونك قلت خليني نعملها من تو قبل ما نوصلوا لعمر معين، و ترسيلي انا نعمل الحكايه اللي انا ما نحبش نعمل. على كل حال دونك فوالا المره هذه باش نرجع لكم ان شاء الله بحاجات مزيانه على الاخر وبمحتوى مزيان احلى من قبل. لكن المره هذه مانيش باش نوريكم قداش من مقطع كما العاده، باش نعمل لكم فلوج كما عودتكم، جست خاطر عندي برشا ما ريتكمش، قلت خليني نسلم عليهم وخليني نشوفهم ويشوفوني. ما تنساوش باش تكتبوا ديما لي كومونتير. البنات راهو احنا اللي نخدموا في اليوتيوب الكلنا راهو الدعم نتاعنا والتشجيع نتاعنا كان بكم انتوما. اوكي. عندكم اي سؤال تحبوا تسالوه فيما يخص الهايفو اللي انا عملتها وباش نكملها، عندكم اي معلومات تحبوا تعرفوها ما تحشموش عادي اكتبوا، وانا ان شاء الله نجاوبكم على قدر المستطاع. دونك الهايفو هذه يعملوها الناس الممثلين، لي ستار، الفي اي بي. علاش يعملوها؟ مش كل مره باش يتلزوا هما يعملوا عمليه التجميل بالبونج، دونك يعملوا هذه خاطر ما فيهاش بونج. اوكي. تعطي ان كو ديكلار، تنحي لك الدوبل مونطون، تعمل لك التكساس. بالنسبه لي بوش باش نحكي لكم على الصوم تويكا. اكيد راكم تتسائلوا قداش الصوم قداش الصوم. انا وين عملتها لهنا في بلجيكا في روزلار. اوكي. ماهيش ببليسيتي البنات، جست باش نقول لكم اذا كان فما ناس انتريسي ويحبوا يعملوا نفس لي سوان اللي انا عملتهم. دونك الاسوام، نوصلوا للاسوام. الاسوام الهايفو فيزاج كلها 450 يورو، تتعمل على 2 سيونس، يعني اعملوا حسابكم انتم قداش باش تطلع لكم، ما يقارب 1000 يورو. بالنسبه للي بوش، لي بوش هذوما الصوم نتاعهم ابارتي، يعني مش في نفس الصوم الاولاني اللي قلت لكم عليه. لي بوش 60 يورو، و 60 يورو كل مره تمشي تدفع وتعمل السيونس تاعك تدفع 60 يورو. يعني تنجم تكون مستحقه 4 سيونسات، تنجم تكون مستحقه 5، تنجم تكون مستحقه 10. لكن صعيب شويه، معناها نتصور انا من سيونس ل5 7 الماكسيموم، على حسب الجلده نتاعك وعلى حسب شنو ما لي بوش اللي عندك، اسكو برشا اسكو شويه. بالنسبه اي شنو عملت اخر، عملت قبل البنات من عشان كنت تبعتوني في فيديوهات نتاع قبل، قلت لكم اللي انا عملت عمليه التجميل الاولى اللي عملتها في بلجيكا هي ابدومينوبلاستي. اوكي. الابدومينوبلاستي باهيه وكانت النتيجه باهيه وفرحانه بها، والكرش ما ترجعش. اما شنو السيكاتريس اللي هي جايه تحت السترينج، السيكاتريس هذيك قاعده ظاهره شويه، هي ما تظهرش كان انت تشوفها ولا الكونجو نتاعك يشوفها، اما كي واحد باش يعرس ولا باش يدخل حد في حياته حاجه باش تولي تقلق شويه، ماذا بيا نحيها. عاد قلت خليني نسالها ونشوف اسكو هي تنجم تعمل لي حل الحكايه دي. قالت لي بالهايفو سي بوسيبل، عندي برودوي نتاع سيكاتريز نجم نعملو لك وتتنحالك، ونفس الطريقه اللي عملتها لي في لي بوش عملت لي السيكاتريز نتاعي وعملتها لي سيونس واحده. دونك المره الجايه ان شاء الله بعد 5 سمان عندي رونديفو وباش نرجع لها ونكملوا لي سوا نتاعنا. على كل حال دونك قربنا تويكا نهايه الفيديو البنات، ان شاء الله نعاود نحل لكم فيديو اخر، وان شاء الله نعاود نحل لكم فلوج جديد
وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وشير وبارتاج للقناه، خلي ليلى متاعنا تزيد تكبر. ينام بحبكم، يلا في امان الله.